القلوب بالرحمة تكبر. قصة قصيرة للعراقي الدكتور عبد الرزاق فليح العيسوي. الإهداء إلى سيدة ألهمتني أن أفكر وأقول ثم أعمل. بموجب الأمر الإداري المرقم 624 الصادر من الإدارة العامة لشؤون الأفراد بتاريخ 2 أبريل 2012، تم تكليفي بالقيام بإدارة مستشفى السلام الحكومي. وعلى الرغم من أن واجبات إضافية وردت ضمن أمر التكليف والتي سأذكرها لاحقاً، لكنني شعرت بسرور لهذا التكليف الذي أنقذني من التنقل من مركز صحي لآخر، كلها بعيدة عن محل سكناي. أما مستشفى السلام هذا فهو قريب نسبياً، وإضافة لواجبي في العمل الإداري الذي كلفت به، يتوجب علي فحص ومعالجة المرضى في مجال اختصاصي كطبيب أمراض باطنية. كما أضيفت فقرة أخرى هي التزامي بجدول الخفارات والمناوبة الليلية الشهري بمعدل ليلة واحدة من كل 10 ليالي. وقد ظن البعض من الأطباء والطبيبات أن ما أضيف لي من واجبات إضافية قد عكر مزاجي أو أغاضني، لكني على العكس من ذلك أشعر بسعادة وقبول، لأن ما أضيف لي من واجبات سينقذني من مرض التصاق بالكراسي وعبادتها. ومستشفى السلام هذا يشغل بناية مكونة من طابقين، كل طابق يتألف من 88 غرفة، إضافة لذلك مرافق صحية وحمامات وغرفة خدمات. وعلى الجانب الأيمن للطابق الأرضي شيدت بناية شبه منفصلة خصصت للجناح الإداري الذي فيه غرفة مدير المستشفى المطلة بشبابيكها على حديقة متوسطة المساحة. أما على أرض الجانب الأيسر من الطابق الأول فقد شيد مطبخ لتأمين وجبات مجانية للمرضى وللأطباء والطبيبات وباقي العاملين، ومخزن للمؤونة الغذائية، ومخازن لمتطلبات العمل المتنوعة الأخرى. وبقدر ما للمساحات وللبنايات الواسعة فوائدها، فيتحتم علي أنا بدقة مراقبة ومتابعة كل ما يجري لها وفيها. أكرر، يتحتم علي مراقبة ومتابعة كل ما يجري تحت سقوفها وخلف أبوابها وفيها. بعد يومين من صدور الأمر الإداري الذي ذكرته أعلاه، استلمت إدارة المستشفى وأتممت متطلبات التسلم والتسليم. كان عدد منتسبي ومنتسبات المستشفى 98 منتسباً، من بينهم أطباء وطبيبات وكوادر صحية وعمال خدمات متنوعة وحراسات. عقدت عدة اجتماعات مع كل المنتسبين. محور توصياتي خلال الاجتماعات نابع من منطلق أفكاري التي هي التزامي بالقسم الطبي، ألا أخون شرف مهنتي، وألا أعطي الدواء أو مواد أخرى لأغراض غير التي خصصت لها. إن في داخلي قناعة كاملة بأن المفهوم الأخلاقي أعني به الحفاظ على شرف المهنة، لذا كنت حازماً ومصراً في تطبيقه على نفسي وعلى جميع من يعمل معي. وعلى الرغم من أن هذا الحزم وهذا الإصرار وبإرادة واثقة جاء كحصيلة للتربية الأسرية التي يتصف بها والدي وأعمامي والبعض من أخوالي. والشيء بالشيء يذكر، إن عمي علي العيسى ولمن هم حوله ومعه لا يزال يعتبر كبير الأسرة وحكيمها وأباها الروحي والمتصدر لأمرها في حل مشاكلها القبلية. وبما أن للبيئة أثر على سلوك الإنسان، فإن ولادتي وتربيتي وطفولتي وانقضاء شطر من سنوات عمري في بيئة قرية عائلتنا، أعني قرية المنسي، والتي سميت لاحقاً قرية قدم الجبل، كلها لها أثر كبير في تكوين بنية نفسية. مر ما يقارب 6 شهور على ممارستي لعمل الجديد في المستشفى. لليالي المناوبة والخفارة التي هي واجب علي كل 10 ليالي، كان يصحبني في المناوبة باستمرار رئيس المضمضين
ورئيسة الممرضات، وهي سيدة 50 عمراً وعاملة خدمة عزباء في متوسط العشرينيات من عمرها. رئيس المضمضين هذا رجل في 40 من عمره، مهتم بهندامه، يصبغ شعر رأسه وشاربه بلون كستنائي، يهتم كثيراً باستخدام عطور رجالية جيدة أشم رائحتها عن بعد. على ظهر يده اليمنى في فسحة كفه التي بين أصبعي السبابة والإبهام وشم صغير للقلب اخترقه سهم. لبق في كلامه، من بين السطور في كلماته أستنتج بعض ما يدور سراً حولي في المستشفى، لكني وبصمت أتظاهر بأني لم أسمع ما قال. أحسسته حذراً يجيد اللعب على الحبال، وبما أن نجاحك في العمل يحتاج أن تكون لك عيون، قبلت به على مضاضة، وفي داخلي صوت يقول: لماذا لا يستقيم الناس؟ فلا نحتاج لنفاق وعيون مراقبة. أموراً عدة لاحظتها، أن هناك جفاء مبطن بين رئيس المضمضين ورئيسة الممرضات، وعلاقة حذرة بين رئيس المضمضين وعاملة الخدمة. في أيام المناوبة غالباً ما نفترق كلاً لمكان نومه عند منتصف الليل، وفي ليلة 10 من شهر آب أغسطس 2012 بعد نهار متعب وليل مرهق، دخلت غرفتي، خلعت ملابس العمل وتمددت على سريري. عند 1:01 تقريباً بعد منتصف الليل سمعت طرقاً خفيفاً على باب الغرفة. تأففت، ثم قمت وفتحت الباب. كنت أظن أن مريضاً بحاجة لي. كانت رئيسة الممرضات وعاملة الخدمة على الباب. بصوت خفيض طلبت مني رئيسة الممرضات أن أسمح لهما بالدخول. رحبت وسمحت لهما، جلستا، تحدثنا بأمور، ثم انصرفتا بعد أن وعدتهما وعدا وقطعت لهما عهدا بأنني سأقوم بما سيرضيهما، وطلبت منهما التحلي بالصبر وبالصمت. توترت بعد أن استعدت حديثهما مع نفسي. حاسبت نفسي لأني غفلت بعض الشيء فصار ما صار، ثم فكرت فاهتديت لسبيل للحل. ابتسمت ورددت مع نفسي: الحل عند عمي علي محان العيسى. حسمت الأمر، لذا نمت بهدوء. صباحا تناولت فطوري، ثم أوكلت أمر إدارة المستشفى لزميل لي. قدت سيارتي متوجها إلى قرية المنسي قدم الجبل. دخلت بيت عمي علي العيسى، استقبلني بحفاوة. نقلت له ما أخبرتني به رئيسة الممرضات وعاملة الخدمة بالأمس، وخلاصة القول: رئيس المضمضين لاطف عاملة الخدمة، أغراها، أغواها، خان شرف المهنة وبمخدر سقاها، ثم سقاها. حملت منه، مر 2 على حملها، توسلت منه أن يبعدها عن الفضيحة ويدفع عنها مقتلها، فقد يقتلها إخوتها إن عرفوا، فسيقتلونها تحت سطوة عرف عشائري وقبلي اسمه غسل العار. لذا طلبت العاملة منه أن يتزوجها ولو لفترة ثم يخلي سبيلها بطلاق، لكنه كان يسوف وبالإجهاض يعدها. بعد أن عرف عمي القضية طلب مني أن أمهله 5 أيام خلالها يقضي مشاغل تستجوب حضوره في بغداد فوراً، ثم بعدها ندعو الرجل لوجبة غداء ونفتحه بالموضوع. فاتفقنا. مر 2 يومان على مقابلتي لعمي، وفي اليوم الثالث لم يحضر رئيس المضمضين للدوام. قلقت، لكني أخفيت علامات قلقي. مر وقت بعده وردتني مكالمة وصلتني على النقال الرسمي للمستشفى، أي رقم الطوارئ الذي أضعه دائما أمامي على منضدتي: نحن شرطة المرور، البقاء لله. دهس أحد منتسبيكم
الذي تعرفنا عليه من هويته الشخصية. نرجو إرسال سيارة إسعاف لنقل الجثة للطب العدلي. ثم أضاف المتكلم قائلاً: عفواً، إنه فلان بن فلان بن فلان. صعقني الخبر لأن الجثة هي جثة رئيس المضمضين. أمرت بإرسال سيارة إسعاف لجلب الجثة. اتصلت بعمي هاتفياً، أخبرته بما حدث وأعربت له عن قلقي على سلامة العاملة. رد عمي بضحكة عالية ثم قال: لقد سهل الأمر، اكتم الأمر وطمئن سويحباتك وأمرهن بالكتمان، وبعد الغد تعال للقرية. ثم ختم المكالمة بضحكة وبعدها قال: لقد هانت، اطمئن، مع السلامة. تحيرت ومع نفسي تساءلت: وكيف هانت يا عمي؟ جلست في غرفتي وأمرت عامل الخدمات أن يخبر رئيس الممرضات والعاملة التي معها بالحضور. حضرتا. بعد أن سد الباب تكلمت بصوت خفيض مبينا ما حصل، فامتقع وجه العاملة، أما رئيسة الممرضات فقد توترت. بعد مرور يومان اتصلت بعمي الذي وصل للقرية هاتفيا. رد علي بضحكة وقال: لقد حلت القضية، تعال لتعرف النتيجة. ذهبت للقرية. جلسنا في غرفة الضيوف في بيت عمي. كان معه شاب على محياه بعض الوسامة والتي يغطيها شظف العيش. عرفت فيما بعد أنه مقطوع من شجرة. عمله فلاح أجير، وقد أقنعه عمي أن يتزوج ويستر إنسانة هي ضحية غدر. وقد قطع عمي عهدا على أن يتحمل دفع مقدم المهر، وتعهدت أنا بدفع كل مصاريف حفل الزواج. رجعت للمدينة وأخبرت سويحباتي بما آلت إليه الأمور، فتم الرضا. ذهبنا أنا وعمي وبعض الرجال لبيت أهل العاملة نطلب يدها، وتم الاتفاق ثم الزواج. ثم سعيت لتعيين الزوج عامل فلاحة في حديقة المستشفى، فتم لي ما سعيت له. فسكن المدينة وغادر قرية قدم الجبل شاكرا ناسها، متذكرا أيامه التي قضاها فيها. ميسان، قرية قدم الجبل، في 20 من شهر شباط 2023، 4:45 فجرا.